مساء الخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رح أعمل طبق من المطبخ الصيني، دجاج حامض حلو أو المعروف بالتشيكن سويت أند ساور. رح أعمله بطريقة كتير سهلة ومتأكدة إذا جربتوه بالبيت رح تحبوه ورح تعملوه كتير. ويلا نبدأ مع بعض. وهلأ رح نبدأ بمكونات التشيكن سويت أند ساور. رح استخدم حبتين من الفليفلة الملونة. هون أنا استخدمت اللونين الأحمر والأورنج. بتقدروا تختاروا أي لونين انتوا بتحبوا، بس الأفضل إنه يكون ألوانهم مختلفة عشان بتعطي منظر أحلى للطبق. رح أقطعهم لمربعات متوسطة الحجم عشان لما أطبخها ما تدوب معي. وبعدين رح أقطع 3 شرائح من الأناناس. طبعا هذا المكون اختياري، أنا جربت مرة مع الأناناس ومرة بدون أناناس، الطريقتين زاكين بس بترجع للشخص شو بحب. وبعدين قطعت بصلة متوسطة الحجم لمربعات كبيرة مثل ما مبين معنا هون. وهيك الخضار صارت جاهزة معنا، رح أحطها على جنب. وبعدين رح أبدأ بصدور الدجاج. هون عندي صدر كامل من الدجاج، طبعا بتقدروا تستبدلوا الصدور بالأفخاذ أو تستخدموا الصدور والأفخاذ مع بعض، بس الأفضل إنكم تستخدموا الصدور. بالنهاية طبعا بترجع لرغبتكم انتو ايش بتحبوا. رح أقطع الدجاج لمربعات صغيرة شوي مثل ما انتو شايفين، لأنه بعد القلي رح يضاعف معي حجم الدجاج من الخلطة اللي رح ننقعه فيها. ولتحضير خلطة نقع الدجاج في صحن رح أحط ربع كوب من الطحين ونص كوب من نشا الذرة ونص معلقة صغيرة من بيكنج الصودا وملح وفلفل أسود طبعا حسب الرغبة، ونص كوب من المي الباردة، طبعا المي لازم تكون باردة. بعدين بخلط المكونات مع بعض حتى يذوب النشا والطحين، لازم يكون الخليط تقيل مو مجبل أو معجن. بعدين رح أضيف عليهم الدجاج المقطع وبخلطهم منيح حتى تنغمر الدجاج بالخليط، وبعدين رح أحطهم بالثلاجة لمدة ساعة أقل شي. وهلا رح أحضر الصوص اللي رح أطبخ فيه الخضار والدجاج. ربع كوب من الخل ونص كوب من الكاتشب وربع كوب من السكر، ورح أضيف كمان 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من النشا الذرة. هلا بالنسبة للسكر بتقدروا تضيفوا الكمية بالتدريج حتى توصل لدرجة الحلاوة اللي بدكم إياها. بعدين رح أخلط المكونات حتى تتجانس مع بعض ويدوب السكر والنشا، وهيك بكون الخليط صار جاهز معي ورح أحطه على جنب. وهلا على الغاز رح أحط زيت القلي عشان أقلي الدجاج اللي نقعناه. رح أحط قطعة خبز عشان أشوف الزيت صار جاهز معي للقلي. لما يطلع فقاعات رح أبدأ أقلي الدجاج. هيك بيكون شكل الدجاج بعد ما نقعناه بالخليط. رح أغطي الدجاج بالخليط وبعدين ببدأ أقلي فيه. أول ما بحط الدجاج بالزيت رح ينزل معي لتحت، وبس يبدأ يستوي رح يطفو لحاله لفوق. مو لازم نحرك الدجاج أول ما نحطه إلا بعد ما يطفو، تقريبا بيشبه العوامة بالقلي. بعدين رح أقلب الدجاج حتى يصير لونه ذهبي، وبس يصير لونه ذهبي مثل هيك رح أشيلها من الزيت وأحطها بالصفاية. هيك رح يكون معنا شكل الدجاج بعد القلي، شكله كتير حلو وزاكي وعليه طبقة كبيرة مقرمشة. وهلأ رح نروح لآخر خطوة عنا. هون رح أضيف 2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي، بعدين رح أضيف عليها سن توم مهروس، وكمان رح أضيف البصل اللي قطعناه. رح أقلبهم مع بعض حتى يبدأ يتغير معنا لون التوم والبصل يدبل. رح أضيف عليهم الفلفلة مقطعة وبقلبهم، وبس تدبل معي الفلفلة رح أضيف عليها الأناناس. هلا الأناناس زي ما حكيت بالأول هو اختياري. رح أقلبهم لمدة دقيقتين، بعدين رح أضيف عليهم الصوص اللي حضرناه. بس قبل ما أضيف الصوص رح أحركه كمان مرة لأنه النشا رح يكون مترسب معانا لتحت. بعدين رح أضيفه وبحرك فيهم حتى يبدأ يغلى معانا الصوص، وبس يغلى الصوص ويتقل رح أضيف عليه الدجاج المقلي ورح أحرك حتى يتوزع الصوص على كامل الدجاج. هلأ هون حسب رغبتكم بتقدروا تقلبوا الدجاج بالصوص لمدة دقيقتين 3 حتى يضل الدجاج فيه القرمشة، وبعدين تطفوا عليه أو تخلوه يتطبخ بالصوص حتى يطرى الدجاج ويتشرب الصوص أكتر، طبعا حسب انتو شو بتحبوا. بالنسبة إلي أنا بحب الدجاج يتشرب الصوص حتى لو راحت منه القرمشة. وهيك بيكون جهز معنا طبق تشيكن سويت اند ساور. وهلا رح نبدا بالتزيين. هاي الفقره كتير مهمه لانها بتخلي الطبق احلى واذكى. زينت التشيكن سويت اند ساور برشه سمسم وكمان رشه من حبه البركه السوداء، واخر اشي حطيت البصل الاخضر بالنص. وهيك استمتعوا بقلت طبق تشيكن سويت اند ساور، وصحتين وعافيه. لازم تجربوه عن جد كتير زاكي.